الرام كام؟ المعالج ايه؟ كارت شاشة ار تي اكس ولا لأ؟ كل دي أسئلة معظم الناس بتسألها قبل ما تشتري أي لاب. لكن الغريب إن دي مش أول الحاجات اللي المفروض أنت تبص عليها قبل ما تشتري أي لابتوب. في الفيديو ده أنا هقولك 5 نصايح هتغير طريقة اختيارك لللابتوب. أول وأهم نصيحة: ما تدورش على أي لابتوب قبل ما تحدد أنت هتستخدمه في ايه. يعني مثلا طالب الجامعة احتياجاته غير الجيمر، مش محتاج كارت شاشة منفصل قوي، هو محتاج لاب يقضي برامج الأوفيس اللي هو هيشتغلها، وكمان يقضي التصفح الخفيف. والجيمر هنا بيركز على كارت الشاشة. وطبعا يعني شركات اللي بتعمل لك اللابتوب مش هتحط لك كارت شاشة قوي مع معالج ضعيف، فهو بالنسبة له أهم حاجة إن يكون في توازن بين كارت الشاشة والمعالج. وطبعا الجيمر احتياجاته والمواصفات اللي هو هيعوزها غير المونتير، لأن المونتير بالنسبة له أهم حاجة تقريبا هي الرام والمعالج، وكارت الشاشة يكون متوسط عشان يشتغل عليه شغل 3D اللي بيتعمل في الأفتر إفكت، أو لو هيشتغل شوية بلندر خفيف. المونتير غير المبرمج، والمبرمج هنا احتياجاته بتختلف على حسب المجال اللي هو بيشتغل فيه. يعني مثلا ال AI غير السايبر سيكيورتي، غير الموبايل ديفلوبمنت، غير الويب ديفلوبمنت، غير الجيمنج ديفلوبمنت. كل استخدام ليه المواصفات المناسبة، ودي أول خطوة عشان ما تدفعش فلوس في حاجة أنت مش مستفيد بيها. النصيحة التانية: افهم المواصفات الأساسية. يعني إيه؟ يعني مثلا ما تشتريش لابتوب عشان مكتوب عليه انه اي 7 ورام 16، بل افهم كل قطعة. مثلا يعني كارت شاشة نوعه ايه، ار اكس مثلا 5060 ولا 5070 ولا ايه دنيته، ولا يكون 3050. والمعالج مثلا جيل كام، اي 7 جيل 13 كور الترا، والاي 5 جيل 12. والرام نوعها دي دي ار 4 ولا دي دي ار 5. وكمان الهارد ان في ام اي ومساحته كام، يعني مثلا 256 500 جيجا تيرا. والمواصفات لازم تكون متوازنة بالنسبة لاستخدامك، زي ما قلت لك في النصيحة الأولى. واحد ممكن يحتاج معالج قوي جدا، وواحد تاني ممكن يحتاج كارت شاشة قوي جدا. وبرضه خلي فيه توافق بين القطع عشان محصلش بوتل نيك. النصيحة التالتة: اهتم بالشاشة. حاول انك تجيب شاشة تفضل انها تكون اي بي اس، وما تكونش اقل من 1080 او فول اتش دي. وبرضو شوف دقة الشاشة ايه، انت ممكن لو انت مصمم او شغال مونتير تحتاج شاشة اعلى من دقة فول اتش دي. وحاول انك تجيب شاشة السطوع فيها عالي لو انت بتقعد في اماكن بره البيت كتير. وتجيب شاشة مقاسها بالنسبة لك انت مريح. في ناس بتفضل مقاس الشاشة مثلا 15.6 انش، وفي ناس لا محتاجة شاشة اكبر شوية. فانت شوف ايه اللي يناسب عينك في الشاشة وهات، لان انت هتقعد قدام اللاب ده ساعات. النصيحة الرابعة هي انك تشوف البطارية نظامها ايه. يعني في ناس بتجيب لابات يعني على اساس انها هتسافر بيها، وتلاقي البطارية في الاخر اخرها ساعتين تلاتة. وما تركزش بس على الكلام المكتوب اللي على موقع الشركة لللاب ده، لان الشركة ممكن تكتب لك 12 ساعة، بس هو الفعلي بتاع البطارية مثلا تحت الضغط 4 5 ساعات، وممكن أقل ممكن أكتر على حسب انت استخدامك هيكون ايه. فشوف أداء البطارية في مراجعات حقيقية وتجارب حقيقية لناس معاها اللاب ده. النصيحة الخامسة: فكر في المستقبل. قبل ما تشتري أي لاب شوف هو اللاب ده الهارد والرام فيه ملحومة في البوردة ولا لأ، لأن في لابات بتكون سليم جدا ألترا سليم لدرجة إن انت الرام مش هتقدر تزودها لها، الهارد مش هتقدر تزوده. ليه؟ عشان هو انت في البوردة، هو ملحوم في البوردة. فانت جايب رام 8 جيجا رام، ولو هي ملحومة مش هتقدر تزوده ل 16. فانت ركز في كده وفكر لقدام. حاول برضو لما تجيب الجهاز تشوف الرامات ليها مكانين ولا مكان واحد، عشان لما تيجي تطور قدام ما تضطرش تبيع الرامة القديمة وتجيب رامة جديدة. برضو نفس القصة في الهارد، عشان لو حبيت تزود مساحة تخزين، عشان ما تضطرش تجيب حاجة اكستندرال عشان انت بس مجرد ان انت محتاج مساحة زيادة.
وطبعا هي ممكن تكون نصيحة ثابتة وممكن ما تكونش نصيحة، بس هي معلومة. حاول وانت بتشتري اللاب تشوف الكارت ساحب كام واط، وتروح تشوف هو الكارت المفترض منه نسخة اللابتوب ده تسحب كام واط. يعني مثلا الكارت محتاج يسحب 150 واط عشان تاخد على أداء منه، وانت اللاب اللي انت هتجيبه ده بيدي للكارت 125 واط، فانت هتخسر شوية أداء في الكارت. ودي يعني حاجة أنا حبيت أضيفها عشان الناس اللي بتشتري لابات للجيمنج وبتلاقي ان الكارت بتاعها مش واخدة اعلى اداء منه، مع ان في لابات تانية نفس المواصفات ممكن يكون فرق 10 فريمات اعلى مثلا. في ناس بتفرق معاها كده. وحاول برضو انك تشوف مراجعات لناس استخدمت اللابتوب ده، يعني تشوف تجارب حقيقية لناس عشان تعرف درجة الحرارة منه ممكن توصل لكام، البطارية بتقعد قد ايه. زي ما انا ما قلت لك شوف تجارب حقيقية للبطارية، وبرضه شوف تجارب حقيقية لناس استخدمت اللاب ده. يعني صوته عالي مثلا، صوت المراوح عالي ولا لأ، عشان ممكن تكون في اي عيوب مش واضحة انت متعرفهاش غير بعد ما تشتري. وبس كده. سلام.